الست اللي جابت الصحافة الأرض وكسرت حواجز المجتمع المصري في زمنها. أهلا بيكم في حلقة جديدة وسلسلة جديدة هنتكلم فيها عن حكايات مصرية دفنها الزمن. مفيش ست تنفع تشتغل في السياسة ولا الصحافة، الكلام ده كان بيتقال زمان لحد ما ظهرت ست قلبت الترابيزة كلها. النهاردة هنتكلم عن شخصية لو كانت راجل كان زمان في تمثال ليها في وسط البلد، بس لأنها ست اتدفنت وسط سطور التاريخ. روز اليوسف أو فاطمة اليوسف اتولدت سنة 1898 لأب لبناني وأم تركية، وهي طفلة اتوفت والدتها وسابها والدها عند أسرة مصرية اتبنتها وتربت في أحضان الشارع المصري. الأسرة اللي ربتها كانت مثقفة وعندها شغف بالفن، وده كان له تأثير كبير على حياتها. وهي عندها 16 سنة دخلت روز اليوسف مجال التمثيل المسرحي، واشتغلت مع كبار الممثلين وقتها زي يوسف وهبة وعزيز عيد. وكانت مش بس ممثلة موهوبة، لكنها كمان قوية الشخصية وجريئة جدا، وبتحب تتكلم في السياسة والمجتمع، وده كان نادر جدا للستات وقتها. بعد سنين من الشغل في المسرح، روز خدت قرار انها تسيب التمثيل، وقالت المسرح مش كفاية، انا عايزة صوتي يوصل لناس كتير. قررت انها تأسس مجلة سياسية نارية صدرت باسمها روز اليوسف سنة 1925، والمجلة دي كانت أول مجلة سياسية جريئة بتقودها امرأة، وكتبت عن الفساد والحكومة والسياسة وكمان الرقابة واللي محدش كان يقدر يقوله. كانوا زمان يقولوا لو اسمك نزل في روز اليوسف انت في خطر. اللي بيميز مجلتها عن أي مجلة تانية إنها جريئة في عرض الفساد ونقد الحكومة والأحزاب ودعم حقوق المرأة، وكانت منبر للشباب والمفكرين الجدد. السلطة كانت دايما متحفزة ضدها، وكان بيتم مصادرة أعداد كتيرة من مجلتها، ولكنها كانت ست قوية جدا وما خفتش ولا سكتت. روز خلفت ولد واحد وهو الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس من الكاتب والمسرحي محمد عبد القدوس. العلاقة بينها وبين ابنها كانت مشتتة نظرا لأنها كانت أم قوية وصارمة جدا، وعاشت وسط الصحفيين والكتاب، وده اللي كون شخصيتها وكمان شخصية ابنها الكاتب إحسان عبد القدوس. روز كانت وطنية جدا، وقفت ضد الاستعمار وكتبت ضد الإنجليز في عز قوتهم، دفعت عن حرية الفكر وحقوق المرأة، وكانت مشجعة للأدب الجديد والنقد الفني. المجلة لسه موجودة لحد النهاردة، وفيها جيل ورا جيل من الصحفيين الكبار. اتحولت روز اليوسف لسيدة صحافة مصر الأولى، وكانت مصدر إلهام لستات كتير في جيلها. اتوفت روز سنة 1958 بعد ما خلفت وراها مجد صحفي كبير وشخصيات كتير اتأثرت بيها سواء في الصحافة أو الفكر أو الفن. روز كانت ست قوية وسبقت زمانها وفتحت أبواب لغيرها وكسرت حاجز النوع والصمت والخوف، وكانت دايما شايفة كلمة الحق أهم من أي سلطة، ومع ذلك اسمها ما بياخدش نفس اللمعة اللي بياخدها ناس تانية. هستنى دعمكم ليا عشان يوصلكم كل جديد، ولو تعرفوا شخصيات أو أماكن مصرية تانية اتنست في الزحمة اكتبولي في الكومنتات ونتكلم عنها. سلام.